السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحج. اليوم إن شاء الله حاعمل معاكم البرياني الهندي من أطيب أنواع الرز اللي ممكن تعمليه لعيلتك ولضيوفك، تحفة. وحاعمله معاكم بأسهل الطرق اللي ممكن تشوفوها للبرياني عشان تقدروا تعملوه بكل بساطة وسهولة وتنبسطوا عليه إن شاء الله. وزي ما عودتكم دايما الطريقة بالتفصيل حتكون موجودة بمربع الوصف تحت الفيديو. نبدأ بسم الله. الدجاج بتقطعيه حسب رغبتك، أنا قطعت الدجاجة من النص، غسلتها بطحين وخل ومية وصفيتها. بدي بصل مقطع شرايح، توم مهروس، زنجبيل مبشور، بهارات صحيحة، قرفة وهيل، ورق غار وشطة، بندورة مقشرة ومقطعة، لبن زبادي، صلصة، وبهارات مطحونة، كمون وكزبرة وشطة وزنجبيل وفلفل أسود. وبهارات البرياني الجاهزة هذا النوع تحفة. طنجرة على النار بضيف سمنة وزيت لحد ما تسيح السمنة، بضيف البصل وبقلبه، بضيف الثوم والبهارات الصحيحة والزنجبيل، زنجبيل الفريش تحفة طعمه مع الوصفة. الآن بضيف قطع الدجاج، بضيف عليهم البندورة والصلصة واللبن. وشوفوا انتوا عاد كيف الدجاج بده ينطبخ بهالخليط الرائع هذا، حيكون طعمه تحفة. البهارات المطحونة حتكون بهار البرياني، كمون وكزبرة وشطة، زنجبيل، فلفل أسود. بدي أضيف قطع من البطاطا مكعبات، هذا حسب رغبتك. شوية من المية بسيطة يا دوب. بغطي الطنجرة وبتركها على نار هادية من 50 ل 60 دقيقة. على الناحية التانية بدي أسلق الرز، عندي رز بسمتي مغسول ومصفى، بدي أسلقه زي المعكرونة. بضيف مية، بضيف لها عود قرفة وهيل وورق غار وشوية من بودرة الماجي وشوية زيت. طبعا بدها تكون المية كتيرة لأنه بدي أسلق الرز سلق. بدي أحسب له بعد الغلي من 3 ل 4 دقائق مش أكتر. تمام هيك. على الناحية التانية الدجاج استوى، بطلع الدجاج بصينية عشان أحمره بالفرن، والرز كمان انسلق بدي أصفيه. الدجاج بدخله الفرن. طنجرة بضيف شوية سمنة، بدي أضيف نص كمية الرز المسلوق، بدي أضيف عليها كل المكونات الخليط اللي كان في سلق الدجاج. ممكن أنت ترفعي اللي بدك إياه ولكن أنا بضيفه كله. بدي أضيفه كطبقة فوق طبقة الرز. بدي أضيف شوية من المية الموجودة ونص كمية الرز التانية بضيفها فوق. بغطي الطنجرة وبتركها 10 دقايق على نار هادية. على الناحية على جنب بدي أكون محضرة مية وزعفران أو ماء زهر وكركم أو ماء زهر وصبغة صفراء حسب المتوفر عندك. بعد ما مرت 10 دقايق بطفي النار وبوزع الماء والزعفران بالشكل هذا. بغطي الطنجرة وبغطيها بفوطة وبخلي الرز يتشرب من تلت ساعة لنص ساعة، طبعا النار مطفية هان. بعد ما مرت تقريبا 25 دقيقة بالشوكة بخفة بوزع الرز عشان يتونس ويكون هيك ملون بالشكل هذا. وهيك بتكوني عملتي أسهل وأطيب برياني. يا ريت تشيروا الفيديو عندكم حتى يشوفوا أكبر عدد من أصدقائكم. شكرا جدا لمتابعتكم، حياكم الله.